يا اخي والله العظيم في فرق كبير جدا ما بين الدوري المصري والدوري الانجليزي. تيجي تتفرج على الدوري الانجليزي تشوف الهجمه صح، تحس ان انت بتتفرج على كوره بجد، لكن تيجي تتفرج على الدوري المصري تحس ان انت في عزا. تحس مفيش كوره خالص، مفيش تكتيك اصلا. تحس ان انت بتتفرج على حجز، يعني مفيش تكتيك ولا في اي حاجه. وفي الاخر يجي واحد من الدوري المصري يقول لك عايز 100 مليون جنيه في السنه. يا اخي بقى انا عايز اقول كلمه من 3 حروف بقى بجد. يعني واحد زي جروديشار ده، بص اول لما جه الدوري المصري عمل ايه. تحس ان انت بتتفرج على كوره بجد منه. لكن بقى لما تيجي تتفرج على اللعيبه المصريين مش هتلاقي كوره، غير قليل جدا اللي بيلعبوا الكوره صح. ودي حقيقه. واحد زي جريديشار ده عامل اسيستين وجول في ماتش واحد، وفي الاخر ما ياخدش الماني في ذا ماتش. امام عاشور هو اللي ياخد الماني في ذا ماتش. الاثنين حلوين بس الاحسن جراديشار في الماتش بصراحه، ده اللي انا شايفه. يعني بص اول لما جالنا الصفقات بقينا نلعب ازاي. لما مزاج كولر يبقى رايق بتاع اليو بيبقى حاجه تانية. بس بجد جراديشار لعيب كويس جدا، ناقصنا بس وينج ومدافع وتبقى كده التشكيله ظبطت بجد.